السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة جامبو فور ليرن. تحية من جامبو. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم فيه ازاي ان احنا نعمل حامل الالكترونيات او المذر بورد، حامل البوردات عشان تقدر ان انت تلحم، وكمان حامل الالكترونيات بأدوات بسيطة في البيت موجودة عندك متوفرة في كل بيت، او تقدر ان انت تشتريها بأرخص الأثمان بدل ما انت تشتري حامل. والحامل ده بيبقى بمئات الجنيهات وكده، يعني بيبقى مش أقل من دلوقتي تقريبا ممكن يعدي ال 300 400 جنيه. يعني كل مدى الأسعار بتغلى، الله أعلم، أنا ما أعرفش أسعار السوق بالظبط في كل مدينة وفي كل محافظة، ولكن إحنا هنحاول إن إحنا نعمله بأدوات بسيطة جدا، يعني مش هتتعدى، تقدر تقول 20 30 جنيه بالكتير، ده لو كمان الحاجات دي مش أصلا مش موجودة عندك. وكمان هنديلها شوية إضافات كده، زي مثلا إضاءة كده خفيفة تقدر إن أنت تحركها في أي مكان، بحيث إن أنت بتبقى حاطط البوردة وتقدر إن أنت تستفيد بالنور، إضاءة خفيف كده بحيث إن أنت آه، تقدر إن أنت تشوف لو في مثلا مقاومة صغيرة. أنا المفروض برضو كنت نفسي إن أنا أضيف عدسة مكبرة، كنت هجيب برضو سلكة زي كده وأحطها بحيث إن تبقى عدسة مكبرة. لو أنا مثلا بلحم مثلا بحب ان انا عاوز استخدم هيتر، عاوز استخدم مكوى، وعندي مقاومة صغيرة عاوز ان انا اشوفها وانا بلحم، مش محتاج ان انا يبقى عندي مثلا ميكروسكوب، او انا مثلا ما معيش فلوس اجيب ميكروسكوب، فانا بستخدم الحاجات اللي هي ايه موجودة اصلا معايا. طيب، فاحنا هنعمل زي ما احنا قلنا كده حامل الكترونيات ومذر بوردات. تمام. فانا طبعا للاسف عملته فما صورتش العميل، ولكن هي اصلا الطريقة سهلة، يعني هو اصلا الطريقه مش محتاجه كل اللي انت بتحتاجه، بتجيب لوح خشب زي كده ايا كان الحجم اللي انت عاوزه. انا اخترت لوح خشب يكون طويل شويه، يعني زي ما انتم شايفين كده حوالي 20 في 30، حسب ما انت تحب او حسب ما انت المساحه اللي انت حابب تشتغل عليها. انا جبته كبير بحيث ان انا احط عليه لوحات اكبر يعني ومذر بوردات اكبر، ويقدر ان هو يشيل معايا. وكمان كان عندي الاباجوره دي كانت بايظه، كانت محروقه، صلحت اللمبة بتاعتها، وبدل ما انا استخدم كل شوية الحجارة بتاعتها، جبت سلك يو اس بي، قصيت الاطراف بتاعته وخدت منه الطرف الموجب والطرف السالب، ووصلته على طول مباشر بالاباجوره دي، بحيث ان انا كل اللي اعمله ان هو اوصله براس الشاحن وينور معايا، محتاجش ان انا كل شويه اقعد ان انا ايه اغير البطاريه. ولحمته بكل بساطه بلوح شمع كده صغير، لحمت بيه بحيث ان هو يبقى ثابت معايا ما يتحركش. تمام. بيتحط المذر بورد فوق، وبعد كده تبدأ ان انت تشتغل وتلحم عادي. ودي برضو ميزتها ان هي متحركة، اباجورة كده متحركة، ممكن ما تتعداش معاك مثلا ال10 جنيه او 15 جنيه، ولكن بتبقى مفيدة جدا، احوشها احطها اجيبها يمين اجيبها شمال زي ما انا عاوز. طيب، الخطوات بتاعتي ان انا بجيب سلك نحاس مصمت. تمام. يفضل ان انت يكون معاك سلك تخين، انا من للاسف ما كانش معايا سلوك تخينة، فجبت سلك وسلك وسلك حوالي 3 4 اسلاك، وبدأت ان انا الحمهم في بعض بحيث ان انا ايه اعمل منهم سلك كده يكون ناشف، بحيث ان هو يشيل معايا البوردة مهما كان الايه الوزن بتاعها. مش هتبقى مثلا زي بوردة التلفزيون كبيرة، لا، يعني ماذر بورد مثلا ما تتعداش مساحة الخشبة دي كده. تمام. بحيث ان هي ما تبقاش تقيلة جدا والمكونات بتاعتها ما تبقاش تقيلة، او شوية الكترونيات بلحم الكترونيات بسيطة فيها. طيب، الطريقة بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، زي ما احنا قلنا كده هنجيب 4 مسامير ربط، ويا ريت تكون المسمار تقيس طول الخشبة وطول كمان سلك النحاس اللي انت هتثبت عليه، وطبعا المسمار يكون بالصامولة بتاعته، بحيث ان انت بتلف السلك النحاس المصمت زي ما انت شايف كده، سلك نحاس ناشف، مش اللي هو اللي بيبقى اسلاك خفيفة كده، لا ده سلك مصمت. تمام. تروح للراجل تقول له عاوز اسلاك مصمطة. تمام. او تشوف انت لو عندك سلك نحاس 2 مللي 4 مللي ايا كان، تشوف وتجيب زيه، وبعد كده تبدأ ان انت تلفه على بعضه وتربط
تعمل كده على شكل دايرة، وبعد كده تحطه وتقفل عليه بالزرادية، وتبدأ ان انت بعد كده تقفل عليه بالصامولة، وتفضل تربط لحد ما الصامولة تزنق على الايه، على السلك النحاس، بحيث ان هو يبقى ثابت معايا كده ما يتحركش من تحت. طيب، وعندك هنا حلين. انا هنا ما كانش عندي مشبك تمساح، في المفروض ان انا هنا احط مشابك تمساح. بتروح لبتاع الالكترونيات وبتقول له عاوز مشبك تمساح كروكودايل، تمام، بحيث ان انت بتربطه في السلك النحاس وتقفل عليه. انا للاسف ما عنديش في المحافظه بتاعتي بيتباع السلك التمساح ده، اللي هو بيبقى موجود في طرف الباور سبلاي. فانا اضطريت ان انا استعين بالكباسين دي بتاعه اللي هي الحمالات. شفت انت لما بيبقى عندك حزام او حمالات، اهو دي الحمالات اللي احنا بنلبس بيها البنطلون. انا خدت منها الحديده اللي كانت موجوده دي، تمام، بحيث ان هي بتعض كده في المذر بورد، وبقفل عليها كده اهو. وكمان ميزتها ان هي احسن من المشبك في حاجه، ان هو ما تعورش البتاع، يعني مهما ضغطت كده ده ما بيعضش جامد، فما بيعورش المذر بورد او بيسبب مثلا ايه تجريح في المذر بورد. تمام، ده بسبب ان انا مثلا الامكانيات عندي هنا في المحافظه بتاعتي محدوده. لكن انت يفضل ان انت تجيب مشبك اللي هو انت بتلحم بيه، المشبك اللي هو الكروكودايل، اللي بيقدر ان انت تعض بيه على اي قطعة الكترونية، وكمان بيديلك مساحة اكبر في ان انت تفتح بيه او تقفل بيه. تمام، ولكن انا زي ما بقول لك انا استخدمت حاجات موجودة عندي في البيت، انا ما صرفتش حاجة، كل ده موجود اصلا عندي في البيت. سلك نحاس، حتة خشب، واربع مسامير ربط زي ما احنا قلنا كده بالصامولة، وبتزنق على الصامولة، بتزنق على السلك النحاس بالصامولة وتقفل عليها بحيث ان هو يثبت كده. ودي تتحرك معايا بحيث ان انت بتوسع بتضيق، بتجيب يمين تجيب شمال حسب المذر بورد. وكمان تدي اضافات، عاوز تحط نور زي كده زي ما انا قلت كده في الاول، بتحط عدسة مكبرة تعمل الاضافات اللي انت نفسك فيها. حاجة بسيطة كده بحيث ان انت تساعدك في الشغل بتاعك. وتعالوا كده نشوف مثال، ان انا مثلا هجيب مذر بورد وهبدأ ان انا احطها، او زي ما انتم شايفين كده مذر بورد اهي. تمام، ادي مذر بورد كبيرة لحد ما، يعني شايفين القطعة الإلكترونية يعني الكاميرا يمكن ممكن مش جايبة حجمها الطبيعي، ولكن يعني يعتبر اهو أكبر من حجم كفة الإيد بتاعتي أهي كده اهو. تمام، فمثلا إن أنا هثبتها هنا، هبدأ إن أنا أحطها. تمام، اهو حطيتها زي ما انتوا شايفين كده، وبعض عليها كده أو أقفل عليها الكبسولة بتاعتها كده اهو. تمام، وبرضو نفس الكلام الناحية التانية، أو زي ما انتوا شايفين ممكن طرفين بس لو انا بستعمل مذر بورد صغير. يعني شوف، على الرغم ان هي كبيره ولكن الطرفين بتوع السلك النحاس شايلين لي المذر بورد الكبيره دي. وممكن استخدم طرفين بس، ممكن استخدم طرف واحد، هستخدم انا طبعا الاربعه بحيث ان انا اخد احسن وضعيه واحسن تثبيت. معلش زي ما انتوا شايفين كده يمكن الفيديو بيقطع، ولكن انا عشان ما معيش حد يصور معايا اهو كده قفلت. وزي ما انتوا شايفين ده بيبقى الشكل النهائي. بجيب المكوة بتاعتي وابدأ ان انا الحم. اجيب مثلا الملقاط بتاعي فوق تحت، احرك يمين شمال زي ما انا عاوز، احرك الحديدة، احرك المذر بورد. اجيب النور بتاعي وابدأ ان انا اسلطه كده من فوق، وابدأ ان انا الحم. تمام، اجيب زي ما احنا شفنا كده النور بيتحرك معايا في اي وضع واي حتة. بجيب معايا كده المكوة بحطها فوق، او الهيتر بمسك من تحت وبلحم القطعة الإلكترونية زي ما أنا عاوز. هنور لكم اللمبة دي برضو عشان تشوفوا النتيجة كاملة. تمام، وزي ما انتوا شايفين ثابتة ما بتتحركش خالص، مدية معايا راحة، مدية معايا كمية مساحة برضو حوالي 20 سنتي ما بين المذر بورد وما بين تحت، بحيث ان انا حابب ان انا اصور تحت، اشوف تحت، ان انا ابدأ ان انا اظبط الحم زي ما انا عاوز، اعمل كامل شغلي بكل اريحيه من غير اي مشاكل. ولو بصينا كده بتفك كده بكل سهوله اهي. لاحظ ان هنا اصلا هي مش عضه ولا حتى سايبه اي اثر للعض. تمام، ده كان لحد ما تراب، ولكن لاحظوا كده مفيش اي اثر للعض. تمام،
وزي ما انا قلت برضو، انت لو مش حابب الكباسين دي، او ان انت مش عاوز تصرف شويه ومش عاوز مثلا تسترخص زيي، فهات لك مشبكين او 4 مشابك بتوع كروكودايل بتوع تمساح، بحيث ان انت تمسك القطعه الالكترونيه بتاعتك. ممكن كمان تزود، بدل ما انت تعمل 4 اسلاك نحاس، لا انت ممكن كمان تعمل سلكين نحاس زياده للقطعه الالكترونيه. ولكن برضو الكروكودايل بعض القطع بيمسكها بكل سهوله، وهوريكم دلوقتي. ادي مثلا ولنفترض مكثف زي ما انتم شايفين كده اهو، مكثف الى حد ما انا جايبه صغير بحيث ان انا اوريكم ان هي بتمسك كل القطع. تمام، هنثبته في رجل من الرجول. ادي زي ما انتم شايفين كده اهي، هي عضة على الايه، على المكثف. يمكن لو قربنا كده اهو، زي ما انتم شايفين عضة على المكثف اهي. وطبعا نسيت اقول لكم كمان ان انت تقدر ان انت برضو تثبت الايه، السلك بتاع المكوى في الحامل ده بتاعك، بحيث ان انت تستخدمه عادي. انا هنا مش مثبته، بحب ان انا يبقى عندي حرية اكتر في الحركة، حرية اكتر في الحركة. زي ما انتم شايفين اهو، بجيب مثلا اهو وببدأ ان انا اشتغل والحم عادي خالص اهو. زي ما انتم شايفين ابدأ ان انا اصدر الايه، القطعة او المكون بتاعي عادي جدا، وابدأ بعد كده ان انا الحم اهو. زي ما انتم شايفين ثابته معايا ما بتتحركش مهما كانت القطعه صغيره او القطعه كبيره. عذرا على الاضاءه والفيديو، ولكن انا بحاول الى حد ما بقرب لكم الايه، الفكره. تمام. وبرده كمان بالاضافه ان انت ممكن تثبت المكوه بتاعتك، لا كمان انا زي ما انا قلت لك، انا الاباجوره بتاعتي موصلها اهو بسلك ايه، بسلك شاحن. وكمان بجيب راس شاحن عاديه خالص وابدا ان انا اوصلها اهو في الكهرباء اهو. هلاقي ان الايه، اللمبه بتاعتي نورت معايا، وابدا ان انا ايه، اوجهها زي ما انا عاوز، يمين شمال اهو اهو. ابدا ان انا اوجهها على القطعه الالكترونيه بتاعتي، وكمان ابدا ان انا بكل بساطه الحم واخلص شغلي زي ما انا عاوز. تمام، وهي ثابته معايا. وبالايد التانية مثلا ايه، بشفاطة القصدير، وابدا ان انا اشتغل. وبكده يكون النهارده شرحنا ازاي ان احنا نعمل حامل للمذر بورد وحامل الالكترونيات. ممكن كمان انت تفتكس وتضيف زياده من عندك. انا حبيت ان انا اوصل لك فكره بسيطه، انا حبيت اعملها بتسهل معايا في الشغل بتاعي. انت كمان ممكن تحط اضافات زي عدسه، زي مثلا اضاءات زياده، حامل للمكوى. يعني ابدا انت وشوف الايه، الوضع اللي يناسبك في الشغل، وابدا ان انت اتعامل على اساسه. ويا ريت ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب ودعوة حلوة كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? Everyone knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't.